هو أحد أبرز قراء القرآن الكريم في فترة الخمسينيات، وكون فرقة خاصة للتواشيح الدينية، وكان في بطانته الشيخ زكريا أحمد، وقرأ في مأتم سعد باشا زغلول وعدلي باشا يكن ومحمد محمود رئيس وزراء مصر إنه الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي اتولد في قرية شعشاع بمحافظة المنوفية 21 مارس 1890. حفظ القرآن الكريم على يد والده الشيخ محمود الشعشاعي وعمره 10 سنوات، وبعدين سافر لمدينة طنطا علشان يتلقى علوم القرآن الكريم في المسجد الأحمدي، والتحق بعد ذلك بالأزهر الشريف في القاهرة وتعلم القراءات هناك. بدأت الناس تعرف الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في القاهرة، وحقق شهرة واسعة ما بين عمالقة دولة التلاوة في الوقت ده، ومنهم الشيخ محمد رفعت والشيخ علي محمود والشيخ أحمد ندى. وزادت شهرته قوي لما قرا مع العمالقة دول في الليلة الختامية لمولد الحسين رضي الله عنه في القاهرة. الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي كون فرقة خاصة للتواشيح الدينية، وكان في بطانته الشيخ زكريا أحمد، والفرقة دي كانت فرقة قوية جدا واتعرفت بشكل كبير جدا وكان ليها جمهورها الخاص. لكن سنة 1930 قرر الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي انه يتفرغ لتلاوة القرآن الكريم بس، وانه يسيب التواشيح الدينية، لانه اصيب بمرض في حنجرته، ونصحه الاطباء انه يسيب التواشيح لانها بتحتاج مجهود كبير وصوت وحنجرة قوية. الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي قرأ في مأتم سعد باشا زغلول وعدلي باشا يكن ومحمد محمود رئيس وزراء مصر في الوقت ده. وتعرف الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي أكتر وأكتر، وانضم للإذاعة المصرية سنة 1932. ولما انضم للإذاعة المصرية حصل موقف طريف جدا. الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي كان رافض يقرأ القرآن في الميكروفون، كان شايف إن تلاوة القرآن الكريم في الميكروفون حرام، وبعدها صدرت فتوى تجيز تلاوة القرآن الكريم في الميكروفون. وبالفعل سجل الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي عدد كبير من التلاوات للإذاعة المصرية، واللي نقلت شهرته إلى جميع الدول العربية. عين الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي قارئا في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وبعدين قارئا في مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، وحصل على العديد من الأوسمة في حياته. وبعد وفاته منح الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك اسم الشيخ الشعشاعي وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، تقديرا لدوره في مجال تلاوة القرآن. وتوفي الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في 11 نوفمبر 1962 عن عمر يناهز 72 عاما، وكانت جنازته جنازة شعبية وحضرها عدد كبير من الشخصيات العامة والقيادات. وترك الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي تراثا عظيما من التسجيلات القيمة للقرآن الكريم، وكان له ابنا قارئا أيضا وهو الشيخ إبراهيم الشعشاعي، والذي توفي 9 يونيو عام 1992. رحم الله الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.